اهلا بيكم. ليه وازاي ننقل قصيص جديد؟ في كذا سبب يخلينا نغير القصيص للنبات او ننقل النبات لقصيص اكبر. اول حاجة لما نلاقي الجذور طالعة من فتحات القصيص من تحت، او تكون مثلا ظاهرة على وش التربة من فوق. تاني سبب ان النبتة تكون كبرت على حجم القصيص والتربة بتاعتها بقت بتجف بشكل سريع جدا. تالت سبب ان النبات النمو يكون واقف، او انه بينمو ببطء شديد جدا رغم العناية بيه، او انه يكون بيدبل من غير سبب واضح. طبعا مش لازم الثلاث اسباب دي تجتمع مع بعض، ممكن اي سبب من الاسباب ده يخلينا ان احنا ننقل لقصيص جديد. طيب ازاي بقى ننقل لقصيص جديد؟ اول حاجة لازم تكون التربة جافة تماما علشان النبات يطلع معانا بسهولة، يعني تكون اصلا التربة محتاجة تتسقي. تاني حاجة التربة الجديدة اللي هنستخدمها تكون من نفس نوع تربة النبات، فاحنا هنطلع النبات من القصيص بتاعه بالكتلة بتاعة التربة بتاعته ونحطها في القصيص الجديد ونزود عليه من التربة الجديدة. ده في حالة ان التربة بتاعة النبات نفس نوع التربة اللي احنا هنستخدمها. طيب لو التربة بتاعة النبات مختلفة عن التربة اللي هنستخدمها، في الحالة دي يبقى لازم نفكك التربة بتاعة النبات من حوالين الجذور برفق جدا عشان ما نأذيش الجذور، ونخلطها بالتربة الجديدة اللي هنستخدمها، ونحط التربة الجديدة بالتربة القديمة على النبات. بس طبعا واحنا بنفكك التربة لازم ناخد بالنا كويس جدا علشان ما نقطعش الجذور بتاعة النبات. تالت حاجة القصيص الجديد اللي هنستخدمه ما يكونش كبير أوي، يعني مثلا من 2 ل4 سنتي اكبر من القصيص الجديد، ما نزودش عن كده، من 2 ل4 ل5 سنتي بالكتير، ما يكونش اكبر من كده. اخر حاجة لما ننقل النبات طبعا ما نحطوش في شمس شديدة، نحطه في شمس هادية ونزود عليه الشمس بالتدريج، علشان النبات وقتها بيكون حساس جدا، فما ينفعش ناخده نحطه في شمس على طول، ونروي راية خفيفة او نروي تاني يوم. وبس كده، دي كانت طريقة نقل النباتات. اتمنى تكون مفيدة ليكم. اشوفكم مرة تانية. مع السلامة.